حادث أصاب الولايات المتحدة بالذهول وأعاد للواجهة النقاش حول الأسلحة والعنف في أمريكا. شاب أمريكي مثل اليوم أمام المحكمة واتهم قتل 12 شخصا وإصابة عشرات آخرين داخل صالة السينما خلال عرض فيلم باتمان. منفذ العملية أودع في الحبس الانفرادي بهدف تأمين سلامته الشخصية حسب شرطة أورورا في كولورادو، فيما كثف المحققون تحقيقاتهم مع المتهم الذي اعتقل بعد لحظات من إطلاق النار. وقامت السلطات المحلية والاتحادية بنزع فتيل متفجرات في شقته حيث وضعت بها شراك خداعية. الرئيس الأمريكي باراك أوباما انتقل إلى كولورادو لمواساة عائلات الضحايا في مهمة قال إنها تمثيل البلاد برمتها والقول لهم إننا نفكر بهم. كما بلغ صدى الحادث السباق الانتخابي الرئاسي، حيث علق كل من أوباما ومنافسه الجمهوري ميت رومني حملتيهما وسحب إعلاناتهما من كولورادو وخصص تجمعاتهما المقررة للضحايا. لقد سنحت لي الفرصة لزيارة كل العائلات، ومحادثاتي معها كانت ملأى بالذكريات، كما كانت فرصة للعائلات لوصف المزايا التي تمتع بها أخ أو ابن أو ابنة من الضحايا وكيف أثروا على حياة المحيطين بهم، وأيضا للحديث عن الأحلام التي كانوا يريدون تحقيقها في المستقبل. سكان البلدة شيعوا ضحاياهم وبكى المشيعون خلال الصلاة الخاصة التي أقيمت في أورورا على أرواح الذين قضوا في الحادث، وسط أسئلة مشروعة حول قضية مراقبة انتشار الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يكفل الدستور الحق في اقتناء السلاح، وهو ما لم يتطرق إليه أوباما في كلمته، لكنه أعرب عن أمله في التفكير جديا في مواجهة ما وصفه بالعنف المجنون الذي تعانيه البلاد.